كده تمام؟ تمام. ازيك؟ لو كنت بتدور على منتج تبيعه اونلاين وقاعد محتار تختار ايه، انا جمعت لك في الفيديو ده انجح 5 منتجات ممكن تبيعهم دلوقتي تكسب منهم، وده من غير ما تحتاج تبدا بمخزن ولا راس مال كبير ولا حتى خبره فظيعه. وعلى فكره الجزء الثالث تحديدا هو اللي بيعمل ارباح غير طبيعيه الفتره دي، فركز معايا لاخر الفيديو وخلينا نبدا واحده واحده. اول حاجه الجزء الاول، ازاي اخترت المنتجات دي؟ بص يا سيدي، انا ما جبتش المنتجات دي من دماغي واعتمدت على شويه حاجات مهمه جدا. اول حاجه اتجاهات السوق، او زي ما بيقول لك كده الترند، وده بنعرفه من مواقع زي جوجل ترندز او تيك توك كرييتيف سنتر. تاني حاجه منصات البيع زي امازون واتسي وشوبيفاي، وكنت ببص ايه اكتر حاجات بتتباع. تالت حاجه تجار فعليين اعرفهم ودول اشتغلوا على المنتجات دي وعملوا منها ارباح كويسه جدا جدا. الجزء الثاني وده اهم جزء، انجح 5 منتجات حاليا تقدر تشتغل عليها مع امثله واقعيه. رقم واحد فيهم منتجات العنايه بالبشره والشعر الطبيعيه. ناس كتير بدات تسيب الكيماويات وراحت لحلول طبيعيه. طبعا هتيجي تسالني تقول لي زي ايه؟ عندك مثلا السيرم الطبيعي للشعر بزيوت مركبه، او مثلا ماسكات للبشره فريش بالمكونات العضويه، ودي حاجات ممكن تتصنع لوكالي او تتجمع من موردين باسعار قليله. تاني جزء من المنتجات الاكثر مبيعا المنتجات التعليميه للاطفال. طبعا زي ما انت عارف ان الاهالي مستعدين يدفعوا فلوس عشان يعلموا اولادهم وهم في البيت. هتيجي تسالني وتقول لي زي ايه؟ اول حاجه عندك مثلا الكروت التعليميه، او مثلا العاب البازل الذكيه، او مثلا والاكثر انتشارا دلوقتي كتب تعليم الحروف والارقام بالعربي والانجليزي. فكره رقم 3 من المنتجات الاكثر مبيعا اكسسوارات الموبايل وخصوصا الجديده. كل ما بينزل موبايل جديد بتلاقي موجود طلب على الجرابات، او مثلا ازاز السكرينات او الاستندات وكل الاكسسوارات. الناس بتحب تشتري الشكل الجديد بسرعه، ولو ركزت على ترند معين هتبيع اكتر بسرعه. رقم 4 في المنتجات الاكثر مبيعا منتجات التنظيم المنزلي. عندك مثلا علب تنظيم الادراج وحوامل التوابل والشماعات الذكيه. الناس بتحب الحاجات اللي بتخلي البيت شكله مرتب وسهل. رقم 5 منتجات البيتس اللي هي خاصه بالكلاب والقطط. اي حد عنده حيوان اليف بيحب يفرغ عليه بشويه فلوس، مثلا اكل، العاب، شامبو، لبس، سرير. ما تستغربش من كلامي، الحاجات دي مطلوبه جدا، وممكن تبدا بعرض منتجات دروب شيبنج منها. وموضوع الكلاب والقطط ده ماشي نار، خصوصا لو عملت تسويق ظريف ليهم. طبعا بعد ما عرفت المنتجات الاكثر مبيعا هتيجي تسالني تبيعهم ازاي. كل منتج من دول تقدر تبيعه بطريقتين مختلفين. اول حاجه فيهم يا اما دروب شيبنج من مورد موثوق، يا اما تصنع كميه بسيطه منهم وتبيعهم بنفسك لو عندك الامكانيه، او مثلا ممكن تعمل متجر الكتروني بسيط وتعرض عليه المنتجات دي زي ما شرحت لك في فيديو قبل كده، او مثلا ممكن تعمل حتى واتساب بيزنس لو عايز تبقى بسيط جدا جدا وباقل الامكانيات. وفي النهايه المهم تبدا وتجرب، مش تفضل تستنى المنتج المثالي. قول لي في الكومنتات ايه اكتر منتج حمسك تبدا بيه، ولو عايز نعمل فيديو مفصل عن طرق التسويق المجاني لاي منتج من دول اكتب لي تحت. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والتابعنا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.